فيلمنا النهاردة بيبدأ بهيكب وتوسلس وهم بيهاجموا معسكر للصيادين علشان يحرروا التنانين، وبيوصل أصدقائه ومعاهم ستريد وبيبدأوا يحاربوا الصيادين، وبنعرف إنهم صنعوا دروع من جلود التنانين علشان تحميهم من النار. وبعد ما بيحرروا كل التنانين بياخدوهم وبيرجعوا على جزيرة بيرك اللي بتبقى مليانة تنانين كتير جدا. وبنعرف إن بعد سنين من موت ستويك والد هيكب بتظهر والدة هيكب وهي بتقول لأصدقائه إنهم لازم يعتمدوا على بعض أكتر مش على التنانين. وفجأة واحد من التنانين العملاقة وهو بيلعب بيكسر بيت، والبيت ده بيهدم مجموعة كبيرة من المباني، وده بيخلي جوبر بيتضايق جدا وبيطلب من هيكب إنه ما يجيبش تنانين تاني للجزيرة لأن ما بقاش في مكان يعيشوا فيه. ولما بيروحوا للقاعة جوبر بيطلب من هيكب يتجوز ستريد علشان تساعده في حكم الجزيرة. وفي مكان تاني بنشوف أسطول كبير من السفن وبيظهر راجل بيتحكم في تنانين شكلها مرعب، وبنعرف إن الراجل ده اسمه جريميال واللي بيبقى صياد ماهر جدا. ولما جريميال بيسأل أتباعه عن التنانين بيقولوا إن هيكب ابن ستويك هاجمهم وسرق معظم التنانين، فجريميال بيفرح قوي لأن كده كل التنانين بقت متجمعة في مكان واحد وبكده هيقدر يقتلهم بسهولة. لكن زعيم الصيادين بيحذره وبيقول له إنه هيكب معاه توسلس آخر تنين من نوع النايت فيورس وإنهم لازم يقتلوه الأول علشان كل التنانين بتنفذ أوامره. ساعتها بيتصدم جريميال لأنه كان فاكر إنه قتل كل تنانين النايت فيورس، وكمان زعيم الصيادين بيديله آخر أنثى من نفس الفصيلة علشان يقدر يصطاد بيها توسلس. وبنرجع لهيكب اللي بيفتكر ذكرياته مع والده ستويك واللي كان بيحكي له عن العالم المخفي، وبيعرفه إن العالم ده هو المكان اللي بتيجي منه كل التنانين، وبيقول له إنه كان نفسه يوصل للمكان ده ويقفل المخرج بتاعه علشان مفيش تنانين ترجع تهاجم البشر تاني. بعدها بتيجي ستريد مع تنينها وبتروح تتكلم مع هيكب وبتقول له إنهم لازم ينقلوا التنانين من الجزيرة لأن عددهم زاد جدا وكمان الصيادين هيبدأوا يهاجموهم. فهيكب بيرد عليها وبيقول لها إن والده كان بيحكي له عن العالم الخفي اللي بتعيش فيه التنانين وإنهم لو راحوا هناك محدش هيعرف مكانهم وكمان التنانين هتكون في أمان. وأثناء كلامهم توسلس بيحس بحاجة غريبة فبيسيبهم ويمشي ويروح للغابة، وهناك بينبهر لما بيشوف أنثى نايت فيورس جميلة جدا لكنها عدوانية وبتهاجم هيكب وستريد اللي بيبقوا مستخبيين ورا الأشجار، وبعدها بتسيبهم وبتطير. ولأن توسلس ما بيعرفش يطير لوحده ما بيقدرش يروح معاها. وفجأة هيكب بيشوف حقنة مخدرة على الأرض فبيعرف إن في فخ في المكان وبيحذر توسلس قبل ما يقع فيه. وبعد كده بيرجع للجزيرة وبيحكي لجوبر عن اللي حصل، ولما هيكب بيوريه الحقنة بيقول له إنه توسلس في خطر وبيعرفه إن اللي صنع الحقنة دي هو جريمال وكمان إن هو اللي قتل كل تنانين النايت فيورس. هيكب بيقول لأصحابه إنهم هيحاربوه ويهزموه زي ما هزموا دراجو قبل كده، لكن جوبر بيحذره وبيقول له إن جريمال أخطر صياد تنانين في العالم. بالليل وهيكب بيدور في الخريطة على مكان العالم المخفي بيحس بحاجة غريبة وفجأة بيظهر جريمر في البيت وبيقدر يوصل لتوسلس وكمان بيقعد على كرسي ستويك وبيقول لهيكب إنه قتل كل تنانين النايت فيورس ما عدا توسلس وبيطلب منه إنه يسلمه وإلا هيقتله، لكن هيكب بيرفض وبيكون عامل فخ لجريمر وما بيبقاش توسلس في مكانه. وفجأة بيدخل جوبر وبيحاصروا جريمر، لكن جريمر بيبقى محضر لكل حاجة وبيأمر التنين بتاعه إنه يهاجمهم. التنين ده بيبقى خطير جدا وقوي ومختلف عن باقي التنانين، وقبل ما يمشي جريمر بيقول لهيكب إنه هيرجع تاني علشان يقتل توسلس وأي حد هيقف في طريقه. بعدها بيتجمع كل سكان الجزيرة وهيكب بيعرفهم إن جريمر هيرجع بجيش كبير جدا وهيحاربهم، وبيقول إنه هو مش عايز يخاطر بحياة الناس اللي بيحبهم، وبيعرض عليهم إنهم يسيبوا الجزيرة ويدوروا على العالم المخفي وهناك هيقدروا يعيشوا بسلام مع التنانين. في البداية أهل الجزيرة بيرفضوا، لكن هيكب بيقنعهم لما بيقول إن بيرك مش مكان، بيرك هم الأشخاص، وفعلا بياخدوا كل التنانين وبيبدأوا رحلتهم. وتاني يوم جريمر بيوصل بجيشه للجزيرة وبيتفاجئ لما بيلاقيها فاضية، لكنه بيقول للصيادين إنه هيقدر يوصل ليهم بسهولة لأنه بعت وراهم عيون تراقبهم، وكمان بيعرف إن هيكب واللي معاه هيقفوا على أول جزيرة يقابلوها علشان التنانين ما بتقدرش تطير مسافات بعيدة من غير راحة. بنروح لهيكب وأهل الجزيرة اللي بيكونوا في رحلتهم بيدوروا على العالم المخفي، وأول جزيرة بتقابلهم بيقفوا عليها عشان التنانين تستريح. هيكب بتروح له وبتقول له إنهم ممكن ما يقدروش يوصلوا للعالم المخفي لأنها دورت كتير في كل مكان وما قدرتش تلاقيه، وبتعرفوا إنها هترجع تراقب الطريق عشان تتأكد إن جريمر مش ماشي وراهم. وبالليل وهم نايمين توسلس بيحس بحاجة غريبة، بيخرج من الخيمة وبيتفاجئ لما بيشوف أنثى
النايت فيورس، فبيمشوا وراها ويروحوا مع بعض للغابة، وهناك بيحاول يبهرها علشان يتقرب منها لكنه بيفشل. هيكب لما بيشوفهم بيحاول يساعد توسلس وبيتدخل ويعلمه ازاي يقدر يتقرب منها، لكن برضه ما بينجحوش لحد ما توسلس بيرسم على الأرض بجذع شجرة، وساعتها الأنثى بتعجب بالرسمة وبتقرب منه، حتى بتطلب منه يطير معاها لكنه ما بيقدرش يطير لوحده فبتسيبه وتمشي. وبمجرد ما بتشوف هيكب الأنثى بتهرب بسرعة. وقتها هيكب بيقرر يصنع ديل جديد لتوسلس علشان يقدر يطير بنفسه من غير ما يحتاجه، وبيركب له الديل الجديد، وتوسلس بيفرح جدا وبيحضن هيكب، وهيكب بيطلب منه انه يرجع قبل غروب الشمس، وفعلا توسلس بيسيبه ويطير. وفي الوقت ده هيكب وهي طايرة بتنينها بتتفاجئ لما بتشوف جريمر وجيشه ماشيين وراهم، فبتقرر ترجع بسرعة علشان تنبه هيكب. أما توسلس فبيفضل يدور على أنثى النايت فيورس، ولما بيلاقيها بيفرح جدا، وبعدها هي بتطلق نار وبتختفي، وفجأة بتظهر في مكان تاني بيحاول يقلدها لكنه بيفشل، وبعدين بيجمع كل طاقته. في الوقت ده البرق بيضربه وبيختفي من قدامها وبيظهر في مكان بعيد، وده بيخليها تعجب بيه أكتر، وبتاخده معاها وبيطيروا سوا لحد ما بيوصلوا لمكان غريب وسط المحيط. وبنرجع لهيكب اللي بيكون قلقان جدا على توسلس لأنه لسه مرجعش. وفي الوقت ده بتوصل والدته وبتعرفه إن جريمر ماشي وراهم ومعاه أقفاص كتير جدا علشان يحبس فيها كل التنانين. هيكب بيقرر إنه لازم يتحرك بسرعة، فبيقول لأصحابه إنهم هيروحوا يخطفوا جريمر قبل ما يوصل ليهم، وفعلا بياخدوا تنانينهم وبيروحوا هناك. لكن تنانين جريمر بتحس بوجودهم وبتبدأ تدور عليهم، وجريمر بيكون مجهز ليهم فخ وبيقدر يحاصرهم كلهم ويحبسهم في قفص. وهيكب بيسأله ايه السبب اللي بيخليه يكره التنانين وعايز يقتلهم. جريمر بيرد عليه ويقوله انه لما كان صغير قتل تنين نايت فيورس وهو نايم، وده خلاه بطل في قريته، ومن وقتها وهو مكرس حياته لقتل كل التنانين علشان ما ترجعش تهدد البشر. وبيكشف له ان هو بيستخدم التنانين اللي معاه كأدوات للقتل، وبيتحكم فيهم عن طريق السم اللي صنعه بنفسه. وبعدها بيأمر تنينه انه يهاجم هيكب واصحابه بالنار. في اللحظة دي بيوصل تنين والدة هيكب وبيقدر يفتح القفص ويحررهم، وبيهربوا كلهم ما عدا صاحبتهم اللي بتكون لسه محتجزة عند جريمر. ولما بيرجعوا للجزيرة بيكتشفوا انها مش معاهم، فبيتضايقوا جدا وبيبدأوا يلوموا اخوها لانه كان معاها على نفس التنين، لكنه هيكب بيقوله انه هيخاطر وياخد توسلس علشان يروح ينقذها. ساعتها اهل الجزيرة بيقولوا له انه توسلس لسه مرجعش ومش هيرجع تاني، وهيكب بيحزن جدا. وفي اللحظة دي استرد بتروح له مع تنينها وبتشجعه وبتطلب منه يجي معاها علشان يدوروا على توسلس، وبتستخدم حاسة الشم الخاصة بالتنين بتاعها، وبيفضلوا يطيروا لحد ما بيوصلوا لشلال غريب في نص المحيط. ولما بينزلوا فيه بيدخلوا كهف ضخم، والكهف ده بيؤدي للعالم المخفي، والعالم المخفي بيكون شكله مبهر جدا. والأجمل إنهم بيشوفوا كل التنانين وهي بتنحني لتوسلس وبتحتفل بيه لأنه بقى زعيمهم. كمان بيتفاجئوا إنه هيتجوز أنثى النايت فيورس. المنظر بيأثر في هيكب جدا لدرجة إنه بيعيط من الفرحة، وبيقرر يسيب توسلس يعيش معاهم هناك. وقبل ما هيكب واسترد يسيبوا المكان بيظهر واحد من التنانين الضخمة وبيبدأ يهاجمهم. وقتها باقي التنانين بتشوفهم كغرباء وبيطردوهم من المكان، لكن في اللحظة الحرجة دي بيظهر توسلس وبينقذهم وبيرجع بيهم للجزيرة. هيكب بيكون زعلان جدا وبيطلب من توسلس إنه يرجع يعيش في مكانه الطبيعي مع النايت فيورس، لكنه بيفرح لما بيلاقي إن أنثى النايت فيورس لحقت بيهم، وبرضه بيلاقوا صاحبتهم اللي كانت محبوسة ظهرت فجأة. فهيكب بيسألها إزاي وصلت، فبتقوله إنها فضلت تلهي جريمر لحد ما زهق منها من كتر الكلام وسابها تهرب، وبعت معاها تنين يوصلها. هيكب فهم ساعتها إن ده فخ من جريمر علشان يوصل لمكانهم، وفعلا بيظهر جريمر ومعاه جيشه وبيقدر يخطف أنثى نايت فيورس ومعاها توسلس. وهيكب بيحاول يلحق بيهم، لكن جريمر بيكون سبق وأثر التنانين كلها، حتى إنه بيهدد توسلس إنه هيقتل الأنثى لو ما سمعش الكلام. وفعلا توسلس بيضطر يأمر باقي التنانين إنهم ما يهاجموش ويسلموا نفسهم، وبيمشوا كلهم ورا بعض لحد ما يتحبسوا في أقفاص على السفن. هيكب بيتأثر جدا باللي بيحصل وبيفقد الأمل، لكن استرد بتوقف جنبه وبتشجعه وبتقوله إنه أعظم قائد حتى من غير توسلس. الكلام ده بيرجعه لطبيعته وبيخليه يقرر ينقذ أصدقائه وتنانينه بنفسه. هو واسترد وأصحابه بينطوا من فوق الجبل بأجنحة بدائية صنعوها، وبيطيروا ناحية سفن جريمر وبيهجموا عليهم، وبيقدروا يوقعوا جريمر من على سلاحه. وفي الوقت ده توسلس بيأمر كل التنانين إنها تهاجم الصيادين، وهيكب بيجري على توسلس علشان يحرره. وجريمر بيسيطر على الأنثى نايت فيورس باستخدام السم ويطير بيها، لكن هيكب بيحرر توسلس في آخر لحظة قبل ما يقع في المية، وبيبدأوا مطاردة كبيرة في السماء. استرد وجوبر وأصحابهم بيقدروا يحرروا باقي التنانين من الأقفاص، أما هيكب
هيكب وتوسلس فبيطاردوا جريمر نفسه، فجريمر بيؤمر تنانينه إنها تهجم عليهم، وفعلا التنانين بتحاصر توسلس لكنه بيجمع كل قوته وبيخلي البرق يضربه فبيختفي فجأة وبيظهر قدام جريمر مباشرة. هيكب بينط من فوق توسلس وبيهاجم جريمر، لكن توسلس بيتصاب بحقنة مخدرة، وقبل ما هيكب بيقع بيحرر أنثى النايت فيورس وبيطلب منها تنقذ توسلس، وفعلا بتسيبه يقع هو وجريمر وبتروح تنقذ توسلس. وقبل ما يوصلوا للبحر هيكب بيفك الرجل المعدنية اللي ماسكها جريمر وبيسيبه يقع. في اللحظة دي الأنثى نايت فيورس بتلحق هيكب وبتنقذه، لكن جريمر بيقع في المحيط ويموت. بعد المعركة هيكب بيودع توسلس وبيطلب منه ياخد كل التنانين ويرجعوا للعالم المخفي علشان يعيشوا في أمان بعيد عن البشر. وفعلا التنانين بتسيب أصدقائها وبتطير وترجع لمكانها. وبعد فترة من الوقت هيكب بيتجوز استريد وكل أهل الجزيرة بيحتفلوا بيهم. وبعد سنين هيكب واستريد بيكونوا كبروا وخلفوا ولد وبنت، وبياخدوهم معاهم في رحلة بالمركب لحد ما يوصلوا للعالم المخفي، وهناك بيشوفوا توسلس من جديد واللي بقى عنده عيلة صغيرة ومعاه أولاد نايت فيورس. في البداية توسلس ما بيتعرفش على هيكب بسبب شكله اللي اتغير وبيتهيأله إنه غريب، لكن لما بيقرب منه بيفتكره وبيفرح جدا وبيحضنه. وبعدها هيكب بيركب على ظهر توسلس ومعاهم استريد وبيطيروا كلهم مع بعض وبيقضوا وقت مليان فرحة ولما زي زمان. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة علشان تشوفوا الأفلام اللي فاتت واللي لسه جاية. سلام.